مبدئيا كده عايزين نصلي على النبي. واحنا صغيرين عندما كنا لا نحمل هما، كنت تيجي كده قبل ما تنام تمسك مجله زي ميكي ماوس، سبايدر مان، حاجه من الحاجات دي. لما نيجي نمسك المجله الاجنبيه هنلاقي حرف الزي بيدل على النوم. بس ليه حرف الزي بيدل على النوم؟ اغلب الكلمات اللي بتدل على النوم او الراحه زي سليب، ريست، نابينج، دورمنت ما فيهاش حرف الزد اصلا. بس طلع حرف الزد مش بيدل على النوم، بيدل على صوت الشخير. وهنا نيجي لنقطه الفويس سيميوليشن او المحاكاه الصوتيه. في فن الكوميكس في حاجه اسمها المحاكاه الصوتيه زي صوت الضحك ها ها ها. جم عند صوت الشخير اختاروا حرف الزي عشان هو اكتر حاجه هتمشي مع الثقافه بتاعتهم. زي عندنا كان حرف الخاء هو انسب اختيار لثقافتنا. وفي امثله تانية زي صوت الكلب عندنا هاو هاو، اما في كوريا بونج بونج، وصوت الكتكوت عندنا صو صو في اليابان ودول تانية بيو بيو. فالموضوع من الاخر اختلاف ثقافات، وكل دوله بتختار الانسب ليها. وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو وسلام.